عالسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. ينوي الناخب الوطني جلال القادري تعزيز وتأكيد التفوق التاريخي لنسور قرطاج على منتخب الفراعنة في المواجهات المباشرة، وذلك بالانتصار عليه في المباراة الودية التي ستجمع المنتخبين بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم الثلاثاء 12 سبتمبر المقبل. وبهذا يكون القادري أيضا قد أوقف السلسلة الإيجابية لمدرب منتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا الذي لم ينهزم في أي مقابلة منذ تعيينه على رأس الإطار الفني لمنتخب مصر. لذلك المباراة باش تكون حماسية لأبعد الحدود، وباش يكون رهانها كبير رغم أنها مجرد مباراة ودية تحضيرية. ومن المتوقع أن القادري باش يدخل لهذه المباراة بكل ثقله بتشريك عناصره الأساسية من أجل اقتلاع الفوز من القاهرة بالذات. في الفيديو هذا باش نحكيو على التشكيلة الأساسية المحتملة للمنتخب التونسي اللي قادرة تعمل الفارق في ديربي كبير كيف هذا بين زوز منتخبات من عمالقة الكرة الإفريقية. لكن قبل كل شيء احتراما منك لمجهودنا اعمل جيم للفيديو واشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات باش تكون أول من يوصلك جديدنا. كما قلنا سابقا واكدنا في عديد المرات انه المباراة ما هيش باش تكون سهلة وعلى شكلها الطبيعي كمباراة ودية، وباش تاخذ من عراج اخر وطابع رسمي لعدة اسباب يعرفها القاسي والداني. والاكيد انه الناخب الوطني جلال القادري يعرف حجم المسؤولية وباش يعمل كل شيء للفوز بهذه المنافسة، وباش يعتمد جميع الاوراق المتاحة. وحسب رايي افضل تشكيلة تجرب تلعب ضد المنتخب المصري وتحقق نتيجة ايجابية هي التشكيلة التالية: حارس المرمى ما يتبدلش، وكيف العادة نبداو المباراة بالحارس ايمن دحمان. في محور الدفاع كل من الطالبي ومرياح اللي ما عندناش حاليا ثنائي خير منهم. ظهير ايمن نخير انه يكون وجدي كشريده اساسي مكان يان فاليري اللي لعب ضد منتخب بوتسوانا كاساسي، وذلك لانه كشريده هجوميا خير من فاليري ويعطيك اكثر حلول في الخط الامامي والضغط على المنافس في مناطقه. ظهير ايسر كيف العاده علي العابدي اللي حاليا في فورمه كبيره ياسر سواء مع فريقه كون الفرنسي او مع المنتخب التونسي، وقاعد يقدم في مستويات ممتازه جدا ومالي بلاصتو كما يلزم. في وسط الميدان كل من عيسى العيدوني والياس الصخيري اللي ما عندكش الحق تبدلهم باي لاعب، وبالرسمي ممنوع عليك تحط اي واحد فيهم على دكه الاحتياط، وذلك لامتلاكهم اول حاجه لحب كافه الجماهير التونسيه، وثانيا كافه المؤهلات الفنيه والبدنيه والتكتيكيه. معاهم في وسط الميدان حنا باع المجبري اللي خيرت انه يكون اساسي في المباراه هذه رغم اللي ماهوش في افضل حالاته، وهذا من اجل حمايه لاعبنا من الناحيه النفسيه اولا، واعطاه اكثر ثقه في نفسه ثانيا، وغلق صدائق الابواق التي اصبحت تصطاد في الماء العكر. بالنسبه لخط الهجوم على الجهه اليمنى حمزه رفيع المتالق بدرجه كبيره في الفتره هذه ياخذ مكان عمور العيوني اللي كان قد شارك كاساسي في مباراه بوتسوانا وقدم مردود اقل ما يمكن أن يقال عليه أنه محتشم. على الجهة اليسرى المايسترو يوسف المساكني الفنان صاحب الخبرة الكبيرة الفتى الذهبي اللي أي مدافع يخاف من مواجهته، واللي يعطي دافع معنوي كبير لزملائه بوجوده على أرضية الميدان. كقلب هجوم كيف العادة نبداو المباراة بهيثم الجوني رغم اللي ما عجبنيش مردوده ضد بوتسوانا، لكن هذاك الموجود حاليا. كان لاحظتوا التشكيلة هذه بالمقارنة مع مباراة بوتسوانا ما فيهاش برشا تغييرات ما عدا كشريدة ورفيع والمساكني اللي هما بالطبع من ركائز المنتخب الوطني، وبالطبع زاد 50% من ربح الماتشوات هي الحفاظ على الهيكله الاساسيه للفريق والستابيليتي نتاعو. ويمكن اقحام بعض اللاعبين في الشوط الثاني حسب ظروف المباراه كيما انس الحاج محمد مكان الجويني، الياس العاشوري مكان رفيع، علي معلول مكان العابدي، والياس سعد مكان المساكني. لهنا نوصل لنهايه الفيديو، مشكورين على المتابعه. ما تنساش باش تعمل جيم للفيديو وتشترك في القناه باش تكون اول من يوصلك جديدنا.